بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض تاني درس من مادة الجغرافيا من الوحدة الأولى. درسنا بعنوان المحاصيل الزراعية خيرات في أرضنا. طبعا احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى جعل المناخ متنوع على وجه الكرة الأرضية. طبعا تنوع المناخ ده أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. طبعا وده حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ان تنوع المحاصيل ده بيكون سببا في تحقيق التبادل والتكامل بين الدول بعضها البعض. كمان طبعا مناخ الوطن العربي مناخ بردك متنوع. ده طبعا بيؤدي إلى تحقيق التبادل والتكامل بين الدول العربية بعضها البعض. طيب اما نيجي نتكلم عن المحاصيل الزراعية في الوطن العربي، هنلاقي ان المحاصيل الزراعية بتنقسم الى 3 اقسام رئيسية. اول حاجة الحبوب الغذائية، تاني حاجة المحاصيل الصناعية والتجارية، تالت حاجة الاشجار المثمرة والفاكهة. طيب اما نتكلم عن الحبوب الغذائية، يعني هنتكلم عن القمح والأرز والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة. يبقى الحبوب الغذائية زي القمح والأرز والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة. طيب تاني حاجة المحاصيل الصناعية والتجارية، يعني المحاصيل اللي بتدخل في الصناعة والتجارة. طبعا على رأسها القطن وقصب السكر وبنجر السكر والبن. طيب تالت حاجة الأشجار المثمرة والفاكهة زي التمر، طبعا اللي بينتج من أشجار النخيل. الموالح طبعا اللي هي زي البرتقال والليمون واليوستفندي، يبقى كل دي من انواع الموالح. العنب طبعا زي الكروم، واخر حاجة الزيتون. يبقى الاشجار المثمرة والفاكهة التمر اللي هي طبعا النخيل، الموالح العنب الكروم الزيتون. طيب اولا الحبوب الغذائية، هنتكلم بقى عن كل حاجة على حدة. اولا الحبوب الغذائية اللي طبعا بيعتمد عليها الانسان في غذائه. طبعا الانسان بيعتمد في غذائه على القمح والارز، وطبعا القمح والارز دي من اهم الحبوب اللي بيعتمد عليها الانسان في غذائه. لو اتكلمنا عن اول حاجة القمح، هنلاقي ان بتعد مصر من اكبر دول الوطن العربي انتاجا للحبوب الغذائية. اولا بتعد مصر من اكبر دول الوطن العربي انتاجا للحبوب الغذائية، يعني مصر اكبر دول الوطن العربي اللي بتنتج الحبوب الغذائية، طبعا زي القمح والارز والذرة. القمح من اهم الحبوب الغذائية ويزرع في معظم الوطن العربي. يبقى القمح ده يعتبر من اهم الحبوب الغذائية وبيزرع في معظم الوطن العربي. طبعا القمح اللي بيدخل في صناعة طبعا العيش، يبقى العيش طبعا القمح بنستخدمه في صناعة الخبز، طبعا محدش يقدر يستغنى عنه. يبقى القمح من أهم الحبوب الغذائية ويزرع في معظم الوطن العربي. طيب موسم زراعة القمح ايه؟ موسم زراعة القمح يعني الموسم اللي بيتزرع فيه القمح طبعا الشتاء، يبقى موسم زراعة القمح فصل الشتاء. طيب ايه اهم بقى الظروف الملائمة للزراعة؟ يعني الظروف اللي بيحتاج القمح ليها عشان يتزرع فيها. طبعا بيحتاج لحرارة معتدلة، بيحتاج لتربة خصبة جيدة الصرف. تربة خصبة جيدة الصرف. يبقى تاني الظروف الملائمة لزراعة القمح بيحتاج إلى حرارة معتدلة، وبيحتاج إلى تربة خصبة جيدة الصرف. طيب من أهم الدول العربية المنتجة للقمح بالترتيب، يعني أول دولة تاني دولة تالت دولة، مصر أول دولة بتنتج، أول دولة عربية طبعا بتنتج القمح. تاني دولة المغرب، تالت دولة سوريا. يبقى من أهم الدول العربية المنتجة للقمح بالترتيب أولا مصر، ثم المغرب، ثم سوريا. خلاص، يبقى ده بالنسبة للقمح. طيب اما نتكلم عن تاني منتج معانا من الحبوب الغذائية الأرز. موسم الزراعة الصيف، خلي بالك من موسم الزراعة. موسم زراعة الأرز في الصيف، وزي ما قلنا قبل كده موسم زراعة القمح بيكون في الشتاء.
الأرز موسم الزراعة في الصيف. طيب أهم الظروف الملائمة لزراعة الأرز: بيحتاج إلى حرارة مرتفعة، بيحتاج إلى مياه ري وفيرة يعني عايز مية كتير، محتاج إلى تربة طينية ثقيلة، يعني تربة طينية ما تكونش خفيفة، بتكون تربة تقيلة. يبقى تاني الظروف الملائمة لزراعة الأرز: بيحتاج إلى حرارة مرتفعة، بيحتاج إلى مياه ري وفيرة، بيحتاج إلى تربة طينية ثقيلة. لذلك بيعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. طبعا الظروف الملائمة لزراعته ما بتكونش متوفرة في الوطن العربي، عشان كده بيعد الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي، عشان طبعا الحرارة مش مرتفعة قوي في الوطن العربي. كمان مياه الري ما بتكونش وفيرة مش في كل الدول بتكون مياه الري وفيرة. كمان التربة الطينية الثقيلة دي ما بتكونش متوفرة في كثير من بلدان الوطن العربي، اللي طبعا زي ما قلنا قبل كده ان معظم بلدان الوطن العربي بتعتمد في الزراعة على مياه الأمطار. طيب يبقى تاني هنقول الأرز: الظروف الملائمة للزراعة: أول حاجة حرارة مرتفعة، تاني حاجة مياه ري وفيرة، 3 تربة طينية ثقيلة. طبعا هذه الظروف طبعا مش منتشرة في الوطن العربي، هنلاقي لذلك بيعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي طبعا الأرز. طيب أهم الدول المنتجة للأرز بالترتيب: طبعا مصر بتستأثر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز، يعني مصر بتعتبر هي أكبر دولة منتجة للأرز في الوطن العربي، حيث تتركز زراعته فيها وخاصة في شمال الدلتا. طبعا شمال الدلتا اللي طبعا حيث مياه نهر النيل وكمان مياه الأمطار، بسبب طبعا توافر ظروف زراعته. يبقى تعتبر مصر بتستأثر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز، حيث تتركز زراعته فيها وخاصة في شمال الدلتا بسبب توافر ظروف زراعته. يبقى هنا بيجي يقولك بما تفسر زراعة مصر للأرز وخاصة في شمال الدلتا، هنقول بسبب توافر ظروف زراعته في هذه المناطق. طيب دي أول دولة منتجة للأرز مصر. طيب تاني دولة بتنتج الأرز هي دولة العراق. طيب بعد كده هنشوف معانا ثانيا طبعا في حبوب أخرى زراعية، طبعا زي الشعير، زي الذرة الشامية، زي الذرة الرفيعة. دي كلها عندنا في الكتاب، دي للقراءة فقط، يعني تطلعوا عليها فقط، مش هتيجي في الامتحان. طيب تاني حاجة بقى ثانيا المحاصيل الصناعية والتجارية، يعني المحاصيل اللي بتدخل في الصناعة والتجارة. تدخل في الصناعة والتجارة طبعا عندنا أهم هذه المحاصيل طبعا القطن طبعا اللي بيدخل في صناعة المنسوجات والملابس القطنية. يبقى القطن موسم الزراعة في فصل الصيف، يبقى القطن موسم الزراعة بتاعته في فصل الصيف. الظروف الملائمة لزراعة القطن هنلاقي بيحتاج إلى حرارة مرتفعة، بيحتاج إلى تربة خصبة جيدة الصرف، بيحتاج إلى أيدي عاملة وفيرة ذات خبرة. يبقى القطن بيحتاج إلى أيدي عاملة وفيرة كتيرة، وبتكون ذات خبرة، عندهم خبرة في زراعة القطن. يبقى تاني أهم الظروف الملائمة لزراعة القطن: حرارة مرتفعة، تربة خصبة جيدة الصرف، تالت حاجة أيدي عاملة وفيرة ذات خبرة. طيب أهمية القطن الاقتصادية. الأهمية الاقتصادية للقطن: من أهم الألياف الطبيعية اللي بتستخدم في صناعة المنسوجات. يبقى أهمية الاقتصادية للقطن بيكون من أهم الألياف الطبيعية المستخدمة في صناعة المنسوجات. طيب أهم الدول العربية المنتجة للقطن: طبعا مصر، السودان، وسوريا والمغرب. يبقى أهم الدول العربية اللي بتنتج للقطن مصر والسودان وسوريا والمغرب. طيب تاني نوع معانا من أنواع المحاصيل الصناعية والتجارية قصب السكر، طبعا اللي بيستخدم في صناعة السكر.
موسم الزراعة في فصل الصيف، موسم زراعة قصب السكر في فصل الصيف. طيب أهم الظروف الملائمة للزراعة، بيحتاج إلى جو مشمس معظم أيام السنة، تربة خصبة، مياه وفيرة. يبقى الظروف الملائمة لزراعة قصب السكر بيحتاج إلى جو مشمس معظم أيام السنة، بيحتاج إلى تربة خصبة، بيحتاج إلى مياه وفيرة. طيب الأهمية الاقتصادية لقصب السكر، طبعا بيدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السكر، بيدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السكر، وكمان بيدخل في صناعة الورق والخشب، الورق والخشب. يبقى قصب السكر الأهمية الاقتصادية بتاعته بيدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السكر وصناعة الورق والخشب. طيب من أهم الدول المنتجة لقصب السكر، مصر بتعتبر أولى الدول، مصر بتعتبر أولى الدول المنتجة لقصب السكر، والسودان بتليها السودان. يبقى مصر أولى الدول المنتجة لقصب السكر، وبعدين بتليها دولة السودان. طيب طبعا كمان في محاصيل صناعية وتجارية أخرى زي البنجر، زي البن، دي طبعا كلها من المحاصيل الصناعية والتجارية. بعد كده عندنا ثالثا الأشجار المثمرة والفاكهة، ثالثا الأشجار المثمرة والفاكهة اللي من أهمها التمر اللي هو النخيل، والموالح زي ما قلنا، الموالح زي البرتقال والليمون واليوسفي، يبقى دي كلها تعتبر من الموالح. طيب أول حاجة معانا التمر اللي هو النخيل اللي بيضم يضم الوطن العربي نحو 90% من أشجار النخيل في العالم. الوطن العربي لوحده بيضم نحو 90% من أشجار النخيل في العالم. وأولى الدول العربية المنتجة العراق، يبقى العراق لوحدها بتمثل طبعا بتعتبر أولى الدول العربية اللي بتنتج أشجار النخيل، اللي بتنتج التمر. يبقى بيضم الوطن العربي نحو 90% من أشجار النخيل في العالم. أولى الدول العربية المنتجة للتمر العراق، يبقى أولى الدول العربية اللي بتنتج التمر العراق. طيب عندنا الموالح، بيسهم الوطن العربي نحو 10% فقط، يبقى الوطن العربي بيسهم بنحو 10% فقط من إنتاج الموالح في العالم. وأولى الدول العربية المنتجة فلسطين، يبقى أولى الدول العربية اللي بتنتج الموالح تعتبر دولة فلسطين. طيب كده الحمد لله نكون خلصنا درسنا النهاردة، درس سهل وبسيط إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وتابعوني، كانت معاكم مس أماني علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.